بصوا هما كلمتين بس محشورين في زور الواحد كده بخصوص سحب الأرض من نادي الزمالك. يعني أنا عايز بس أسأل جماهير نادي الزمالك سؤال، أنت ليه ما بتحاسبش الناس أصلا اللي موجودة في النادي؟ يعني الإدارات اللي ماسكة النادي دي ما بتحاسبهاش ليه؟ ما بتطلعش تتكلم ليه وتقول للناس دي بتعمل إيه ولا بتنفذ إيه ولا بتعمل لي إيه؟ طب هل الناس دي بتجيب لي بطولات؟ لأ. هل الناس دي بتنفذ لي مشاريع مثلا عملت لي فرعين تلاتة كده للنادي؟ لأ. طب الناس دي بتعمل إيه؟ طب الناس دي أنا مش بحاسبها ليه؟ انا بسكت ليه للناس دي؟ هو انا كجمهور دوري ان انا لما لعيب يمشي مثلا ما يجددليش ويروح حتة تانية ان انا اطلع اشتمه بس؟ اكيد مش في كده يعني يا جدعان. يعني انت ارض عندك من 2004 ولا من 2005؟ فين اداراتك اللي اشتغلت فيها؟ فين الناس اللي بتكمل على بعض؟ فين الناس اللي بتنفذ مشاريع؟ فين الناس اللي بتحاول تبني النادي وتكبر النادي؟ فين الناس دي؟ الناس دي بتعمل لك ايه؟ ولا الناس دي بتنفذ لك ايه؟ انت طموحاتك ايه كجمهور؟ يعني انت كجمهور نادي الزمالك طموحاتك ايه؟ مش ان انت يبقى عندك فرع واثنين وثلاثة واربعة ويبقى عندك استاد؟ فين الكلام ده؟ انت مش بتطالب بالكلام ده ليه؟ انت النادي بتاعك فوق اي حد. لعيب مشي لعيب قعد، النادي بتاعك هو رقم واحد، اللي يمشي مع السلامة. انت فين ادارتك؟ ما بتحاسبهاش ليه؟ ادارتك ليه ما حسبتهاش ان هي مش عرفت تجدد لزيزو وطلعت هاجمت زيزو وطلعت شتمت زيزو؟ ما هاجمتش ادارتك ليه لما كان امام عاشور متاح ان هو يرجع لك تاني وما عرفتش ترجعه وقال لك لا مش عايزينه؟ ما هاجمتش ادارتك ليه لما كان متاح ان انت تشتري بن شرقي وما عرفتش تشتريه؟ ليه ما بتهاجمش الناس دي؟ هي الناس دي عملت لك ايه اصلا عشان تسكت لها؟ يعني الناس دي نفذت ايه لنادي الزمالك او عملت ايه لنادي الزمالك عشان خاطر الجماهير تبقى ساكتة عادي عليها يعني؟ وكل اللي عملوه صح الفترة اللي فاتت ان هم جابوا مدير رياضي كويس بيبني لهم فرقة كويسة وبيعمل لهم فرقة كويسة الفترة الجاية. غير كده هم فاشلين في كل حاجة. يعني إدارة نادي الزمالك فاشلة في كل حاجة. انت بقالك 3 سنين بتلعب كونفدرالية مش عارف تلعب دوري ابطال. انت متخيل وصلت ليه؟ اللي هي اصلا الحاجة اللي انت كنت بتعرف تعملها وماشي فيها كويس، انت بتلعب دوري ابطال افريقيا كل سنة وبنافس للنادي الاهلي على الدوري، لا انت ما بقتش بتعمل كده. وبقيت بتلعب كونفدرالية وبقيت بتطلع مركز تالت او مركز رابع في الدوري. طب ايه طيب؟ مش بتحاسب الناس دي ليه؟ الناس دي فين شغلها؟ فين انجازاتها؟ فين اللي بتحققه للنادي؟ فين اللي بتعمله للنادي؟ انا اهلاوي والله ومش بحب اطلع اتكلم اصلا عن نادي الزمالك ولا بحب اطلع اتكلم في مشاكل نادي الزمالك، بس اوقات الكلام بيكون مستفز. يعني هو ايه اللي دخل الاهلي طرف في الموضوع؟ ولا لا يدخل طرف في الموضوع ليه؟ انت مشكلتك ان انت شايف الاهلي طرف في اي موضوع بيحصل لك، سواء خد لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك او سواء كان خد لاعب خلص عقده مع نادي الزمالك. الاهلي مش طرف في الموضوع، ادارتك هي اللي طرف وادارتك هي اللي فاشله، هي اللي مش عارفه تنفذ لك حاجه. بس هو ده اللي كنت عايز اقوله يعني.